السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، سعوديين قامت على إثيوبيين ما في السعودية، اللي في السعودية شعب الأورمو مظلومة. إثيوبيا ظلمتنا، خرجتنا من بلاد احنا مشروطة في البلاد، وانتو هم سووا شيء. ممكن هم في المكتب يشتغلون المعاق وهذا اللي جوباتي وعبد الجبار الكثير اللي في المكتب هم إثيوبيين. خرجوها، قفلوا علاقتكم، ولا ما حست في أهلهم في بلادهم، ما حست فيكم. ليش هم حينما ما سوت شيء ولا في فايدة؟ اللي فايدته شب البطن ومن فلوس في الجيب، بس هذا فايدتهم. كل الدنيا قامت على إثيوبيا، على السعوديين لا. والسعوديين معاكم دليل، هو دليل ما شال منكم ناس في السجن، هو سنة هنا جالسوا هنا. بعد كده انتم تروحون تسرسبون الناس الآخر الدنيا على الطرف السعودي. خلاص رجعوه من هناك عشان يسفروه الناس ثاني. انتم تجيبون هنا، تعتلون هنا، ناس يموت معاكم، توثقوا الاسم بلادكم، وجرحتونا. احنا مرة مجروحة، جرحتونا، كسرتوا قلبنا، صدمتوا راسنا. مرة ما نقدر نتحمل أكثر من كده. وقفوا هذا المسخرة، مسخرتوا علينا. طبعا انتم تروحون تعاب البنزين، تعاب حقكم، تجيبون آخر الدنيا، وبعدين تجوا هنا ما سافرتوها، تصرفون على أي واحد وما أدري كم ريال 3 ريال سنة كاملة. نمر واحد بكام؟ هذا تساؤل ولا فايدة؟ طيب اشتكوا على الناس، على هذا الملك، اشتكوا على معاكم دليل. لا تقعدوا تتفرجوا علينا وأنتم حلاقة في مكاتبكم هناك. عندنا فيهم مكتب حقكم، يمكن ناس يقوم قلب الدنيا عليكم. ما نقدر نتحمل أكثر من كده. حللوا هذا الموضوع بس أي لحظة. مالك إثيوبيا انتقل من لشعب الأورمو. وليش تعرفوا للموضوع؟ اللي هو الناس ما اختاروا، هو تارك حقه من تحت. هو يقول استنوا عشان الكورونا سنة واحد، ناس استنوهم. عندنا 5 سنة ناس اختار الحكومة، ولكن أبي أحمد يقول لا، احنا نجلس لين 10 سنة، ولكن الناس ما وافق عليها. شعب الأورمو وقفت القدام مسدسهم. هو قتل ناس كثيرة، قتل ليلى فنان، دخل في السجن الرجل السياسي الجوهر محمد وكثير الناس معاه. احنا مرة مظلومين، انتم ساعدونا، ما تعرفون شيء. الموضوع عندنا مشاكل زيادة. إثيوبيا توقف على رجل واحد، يمكن تتقلب بأي لحظة. إثيوبيا ما في فايدة غير خسارة وجريمة. إثيوبيا سرقت مننا كل شيء، عادتنا، تقاليدنا، ببلدنا، الأرض احنا. حتى ناس اشتروها بفلوس، دحين نص ناس سووا مشاكل. تخيلوا هذا الأكواب سووا مشاكل بسبب هذا الحكومة. هذه أبي أحمد زي كورونا، أسووا مشاكل ويشتري ناس بفلوس عشان يسووا مشاكل، وزي كورونا. هو الناس هنا يشتغلون، ما له دخل في السياسة. هو يشتغل الفرصة، حتى ناس اختاروا، بس ناس ما يختاروا لين يصير أي شيء تقلب الدنيا كلهم. وانتم حسسوا فينا شوية، خليكوا رحمة في قلبكم. الدنيا صغيرة، كلنا نموت، ما حد جالس في الدنيا إلا رب العالمين.